مشاهدينا ومشاهدي قناه المصريه في كل مكان، اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو. زي ما عودناكم حلقاتنا في بلاتو بتكون مختلفه. النهارده حلقتنا هي حلقه خاصه جدا مع ابطال مسلسل عريس ديليفري، المسلسل بطوله النجم المتالق هاني رمزي ولطفي لبيب وسعيد طرابيق وسما المصري وايمي سمير غانم وعدد كبير جدا من النجوم، تأليف السيناريست الكبير حمدي يوسف واخراج المخرج الكبير اشرف سالم. تعالوا مع بعض نعرف حكايه مسلسل عريس ديليفري من خلال نجوم العمل. ضيفنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو النجم الكبير المتألق دائما هاني رمزي. اهلا بيك معانا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو. مبروك مسلسل عريس ديليفري ومبروك كل نجاحاتك الجميلة المتميزة. يا رب يخليك يا سامح، ده انتم منورينا في اللوكيشن النهارده. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب وبعود عليكم الايام بخير ان شاء الله. ربنا يخليك ومبروك كل الاعمال الناجحه المتميزه على المستوى السينمائي والتلفزيوني. مبروك كمان تكريمك في مهرجان القاهره للاعلام العربي. يمكن دي حاجه يعني مش جديده على النجم هاني رمزي ان هو يتكرم، ده دليل على تميز يعني عفوا اعمالك الدراميه وكمان السينمائيه. ربنا يخليك. انا بصراحه حبيت اللفته اللطيفه اللي شفتها في المهرجان ديت وان اخد جايزه احسن يعني ممثل كده عن عمل انا كمان حبه جدا اللي هو عمو لطيف. كانت سعادتي ما تتوصفش يعني. حسيت ان يعني ايه ان المجهود اللي اتعمل في المسلسل ده ربنا كلله كده بجايزه، فكانت فرحه كبيره بصراحه. والجايزه دي انا ما بعتبرهاش ليا بس، يعني ليا وكل زمايلي بصراحه اللي اشتغلوا في المسلسل ده. كلهم تعبوا جدا، كلهم عملوا مجهود خرافي يعني. وهو بصراحه يعني يمكن من بداية الكتابة للكاتب الكبير لنين الرملي لكل الكاست والكرو اللي كان موجود، للأستاذ كمال دسوقي لحتى لمدام نبيلة والأستاذ انتصار، كل الناس اللي كانوا مشجعيني وقفوا معايا، يعني أنا بشكرهم. يعني فرصة بقى أنا أقول لهم كلهم أنا متشكر جدا يعني. والجائزة ديت بجد ما كنتش ابدا هحصل عليها الا لما كنتوا انتوا هتمدوا لي يعني ايديكم وتساعدوني، او يعني وقفتكم معايا يعني كان ليها جانب كبير. اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو. زي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. استاذ معروف هو تحرق الفيلم. استنوني استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية واحنا كلنا بنحبه. يمكن احنا بقى النهارده معاك في كواليس لوكيشن عريس ديليفري. يعني عريس ديليفري واضح من الاسم ان النجم هاني رمزي يعني عامل قلق داخل احداث مسلسل عريس ديليفري. اخبار عريس ديليفري مع النجم هاني رمزي؟ بص هو انا يعني هو في عريس ديليفري في الوقت ده دلوقتي؟ هو عريس ديليفري في الوقت ده يبقى لقطه يعني. لقطه جدا طبعا يعني. يا جماعه في عريس ديليفري. لا اوعوا تعتمدوا على كده. لا انا هقول لك المسلسل ده تأليف الاستاذ حمدي يوسف واخراج الاستاذ اشرف سالم، ومعايا كوكبة كبيرة جدا من نجوم الكوميديا ونجوم العالم العربي وعايز اقول لك ان المسلسل مكتوب بشكل فيه سسبنس وفيه ابتسامة وفيه ضحك جديد، في كمان موضوع جديد جدا على الناس، يعني حاجة اعتقد انها تبقى مختلفة. في حاجات كتير اتقدمت في حكاية الجواز ديت وتكرار الجوازات والحاجات دي كلها، يعني في دراما كتير اتعملت في الحكاية دي، لكن المرة دي لا، حاجة جديدة تماما يعني. في ايه بقى؟
جديدة في الأحداث، في طبيعة المسلسل. القصة نفسها شيقة جدا، يعني فيها رحلة كفاح وفيها صعود وهبوط وفيها حاجات، يعني فيها أحداث كتيرة جدا، فيها ستات كتير جدا في حياة جواز كتير. انت أنا عايز أقول لك إن أنا بعمل شخصية اسمها نيازي. نيازي ده من الشخصيات اللي هي يعني يمكن اتربى نص عمره خارج مصر، فده أثر فيه وفي نفسيته. لما رجع مصر لقى الواقع مختلف جدا، بس عرف ان الحياة الاجتماعية، السوشيال لايف اللي موجودة عندنا في بلدنا تسوى كتير جدا، تسوى يعني ما تتقدرش، لا الغربة ولا الفلوس ولا الجري ورا السعادة الزائفة مثلا، او المظاهر، او ان مثلا يعني في ناس كتير طبعا بتلاقيها دايما يعني بتسعى انها تسافر بره او حاجة زي، لكن بيخسروا حاجات كتير جدا. يعني ممكن يكسب فلوس، ممكن يكسب عيشة احسن، ممكن يعني يشوف بلد تانية اجمل مثلا، لكن هيخسر حاجة الانسان صعب قوي انه يضحي بيها، هي حتة الحياة الاجتماعية، حتة الحب، حتة ان احنا نسأل على بعض، حتة حاجات كتيرة جدا. لما جه عرف قيمتها وعرف الحب الحقيقي جوه مصر، وعرف انه كان غلطان وقضى حياة يعني سنين من عمره راحت يعني هدر كده يعني، لكن اكتشف ان برضو في واقعنا هنا حاجات كتيرة جدا ناقصة، حاجات كتيرة جدا اكتشف انها يعني او اندهش ليها. كل دي احداث بتمر علينا في المسلسل، ومن خلال رحلة استعادته انه يستعيد ثروته اللي راحت، وان كان في يوم من الايام صاحب املاك وصاحب حاجات زي كده. انا مش عايز احرق بس المسلسل، لكن اللي عايز مره بنحرق خلي اللي عايز اقوله ان في جوازات كتير، في قصص حب كتيره موجوده في المسلسل، لكن مختلفه تماما عن اي حاجه احنا شفناها قبل كده. الحركه عاوز تتجوز وليها في الكاميرا تقعد، طب ولغيت هتيجي تفتح شويه. بص ممكن تبقى من تحت. لا معلش مش هينفع خالص بقى الحكايه دي اصلا. استنى، انت رايح فين؟ همشي بقى، كنت جاي في موضوع كده بس مش هينفع. ولا كانوا بيقولوا ان اول يوم الحقيقه استاذ اشرف سالم بيقول ان يعني اول يوم تصوير بقى وجاي وبيتكلم معاك وكده، فلاقاك مخضوض طب انا همشي بقى، اللي مشي فين؟ ابوس ايدك. لا اول ما جيت قلت لهم هي الاجازه امتى ولا هنفركش امتى ولا. طب ده بيبقى من ايه القلق ده؟ يعني انت يعني ما شاء الله نجم كبير ومتألق في كل اعمالك، واختياراتك دايما بتبقى اختيارات متميزه وجيده، فيعني يعني ممكن الدراما بتقلق شويه عن السينما، ولا ممكن في السينما وفي الدراما بيبقى بيجي لك نفس الشعور؟ يعني انا بيجي لي نفس الشعور، انا بخاف على طول. بتخاف على طول. بص هقول لك على حاجه، هو انا يعني انا ما بعملش حاجه الا لما ابقى انا عن نفسي حبيتها يعني كورق، كموضوع، ككاست، كانتاج، كاخراج، يعني كل العناصر بحطها قدام عينيا كده. لو مش حابب حاجه تلاقيني بعدت، لكن طالما اني اقبلت على اني ادخل العمل ده وكده، بتكل على ربنا وبقول يلا انا توكلت على الله، وانا حابب كل الموجودين وكل حاجه حاببها والورق وكل حاجه، ويا رب اللي انا حبيته ده الناس بعد كده تحبه. يمكن كل ما يعني كل قبل اي حاجه اقول يا رب، يا رب الناس تحب المسلسل، يا رب الناس تحب الفيلم، يا رب الناس تحب العمل اللي بعمله سواء في الاذاعه او في المسرح او في التلفزيون، يعني في اي حته. لكن ما اعرفش يعني بيبقى في قلق، لان انت ده طبيعي وما بتحصدش النتيجه الا متاخر. بعد ما بتخلص تصوير وبعد ما بتخلص تمثيل وكده بتشوف رد فعل الناس عامل ازاي. فالحاجات دي كلها بتخلي الفنان دايما يعني ايه. وبعدين انا يعني عندي هاجس كده، او يعني مع مش عارف يعني يمكن
تعتبرني فيها حته مرضيه شويه يعني. ان انا ببقى دايما عايز يعني ايه العمل اللي انا داخله ده يبقى احلى من اللي فاته، انت فاهم؟ فيا ترى هو احلى ولا اللي فاته احلى ولا ايه بالظبط الدنيا تبقى عامله ازاي؟ ده خوف على شغلك. هو بالظبط هو بيبقى خوف على الشغل قوي من اجل الاحسن يعني. وببقى يعني عارف الواحد بيبقى ما بينامش قبليها، ما بيبقى متوتر جدا ولغايه لما بقى ايه اخد على الجو واشوف الناس. اول مره حقيقه اتعامل مع الاستاذ اشرف سالم، واول مره اتعامل مع كل الكرو اللي هنا وحمدي يوسف. حمدي يوسف ده حكايه ده شخصيه لذيذه جدا يعني. ده تشوفه لازم تحبه على طول. الحقيقه كمان معايا نجوم كبار جدا يعني، ومعايا ممثله لطيفه جدا جدا وسكر. ايمي سمير غانم دي حاجه، دي سكره يعني. معايا انت اخترتها في العمل ده؟ كلنا اخترناها. لا هي فرصه كويسه يعني ليها ولينا برضه وليكم طبعا بصراحه يعني. ممثله شاطره جدا ومتميزه. لا دي سكر. وبعدين هي يعني مش بيقولوا ابن الوز عوام، هي بنت الوز والوزه وكله. جواها طاقه تمثيليه جميله جدا صاحبتنا يعني. لا هي جميله فعلا. انا عايز اقول ان يعني انا ما اعرفش، انا صراحه بحب العيله ديت. يعني انا يعني يمكن لو هقول لك يمكن انا بزياده شويه، فهتلاقي شهادتي بزياده اوفر يعني. فالناس هيقولوا ايه ده ليه عامل كده يعني. هو هاني رمزي لما بيحب حد بيحبه بزياده. لا انا بعشق حاجه اسمها سمير غانم يعني. ده مدرسه في الكوميديا بجد. وبعدين انا اشتغلت مع الراجل ده كتير جدا، فنان عظيم يعني، لا وبسيط وحاجه ما بص. ده حتى الكوميديا بتاعته فيها تلقائيه كده يعني، ما هواش اللي هو مش عارف في ناس كده تركب الحاجه فوق الحاجه وفوق الحاجه عشان في الاخر تضحك. لا ده هو كده. ده سمير غانم يطلع على خشة المسرح بس كده يعدي كده لازم هتضحك. انا طلعت من الفضائيه المصريه. ما تصدقوش الكلام ده. نورتنا. عفوا يا حبيبي. يا رب العمل يعجبكم، يا رب نفضل كده يعني. افوج ان انا رديت عليه في التصوير. ممثلين من العيار التقيل. على فكره اللي في قلبك احنا محتاجين نطبق اخبار الكواليس ايه بقى مع المخرج اشرف سالم ومع الكم الهائل من النجوم اللي مشاركين في مسلسل النجم هاني رمزي؟ شكل اللوكيشن عامل ازاي والكوميديا المصاحبه ما خلف الكاميرا؟ يعني دايما الانسان بيشوف العمل بعد ما بيطلع للنور. طب مش عارف بقى اللي بيحصل وهو قاعد هنا في الاوضه، طب قابل مش عارف مين ورا قال له كذا. بص احنا جايين صحبه بجد، جايين صحبه. محدش فينا هنا لا نجم ولا ممثل صغير ولا حد مش عارف عامل. بص احنا كلنا هنا فعلا اخوات من ده. بص احكي لك موقف كوميدي. قال له استاذ اشرف سالم واحنا بنتكلم، بيقول انا وانا بتكلم مع استاذ هاني رمزي فاتفاجئت ان هو يعني حد يعني انسان متواضع جدا وبسيط جدا لدرجه ان انا مش مصدق هو في حاجه غلط مع استاذ هاني رمزي ولا ايه يعني. فده يمكن اهم سمات النجاح، التواضع، وهو ده اللي بيقدر يوصل الانسان للناس وبيقدروا يلمسوه وبيقدروا يحبوه ويحسوه. فيعني ده شيء جميل جدا يا هاني. لا بص اقول لك يعني معلش يعني انا ما مش حكايه تواضع، مش حكايه هي حكايه حب مش اكتر من كده. صح. لا اوعى تفتكر ان انت قلتها كده. اوعى تفتكر ان في فرق ما بين هاني رمزي او اي ممثل تاني او اي بتاع خالص خالص. وانا لو حسيت ان في حد هيعاملني باي فرق هتلاقيني انا نفسي متضايق يعني. ليه؟ لان لا احنا كلنا يعني زي ما بقول لك هي سواسيه يعني، مفيش اي، بالعكس يمكن في ناس احسن مني كتير جدا جدا يعني، كشخصيات بقى وكاخلاق وكذوق وكادب وكحاجات يعني. في ناس الواحد لما بيجي يكلمها بيخجل بجد يعني. فعلى ايه يعني احنا يعني المساله ما كناش احنا هنيجي هنا
فعلا حابين بعض والكل زي بعض وكل سواسية والدنيا تبقى زي الفل، الحكايه مش هتبقى يعني مش هننجح بمعنى كده، فاهم قصدي؟ فلا احنا جايين هنا نعمل حاجه الهدف منها اسعاد الناس. هو انا جاي انا عشان انت تسعدني ولا انا اسعدك ولا جاي اخدم عليك ولا تخدم عليا ولا عارف الحواديت دي كلها؟ لا دي كلها طلعها بره دماغك واشتغل، اشتغل بجد. ولما هتشتغل بجد اكيد ربنا هيكرمنا، اكيد ملهاش حل يعني. شايف الرسالة اللي عايزين توصلوها من خلال أحداث مسلسل عريس ديليفري، عايزين تقولوا إيه للناس السنة دي من خلال حلقاته ومن خلال نجومه في رمضان إن شاء الله بإذن الله؟ يعني عايزين نبسط الناس، نبسطهم، يعني لو قدرنا نضحكهم يبقى خير وبركة، نسليهم. المسج لا في مسجات كتير هتتقال في المسلسل، لكن الهدف ان احنا يعني نمتع الناس. زي ما انت عايز انا اقول على اي شرط مش تطيع لازم، مش ممكن كل حد لازم ما يبقاش لحد غيري، لا ما يبقاش لحد تاني لو ما كانش يعني ايه؟ يعني ايه؟ بس بديني احسن ان هو عايز يعني ايه؟ خلاص يعني ايه؟ في حاجة احنا ما اتكلمناش فيها مع بعض حابب انك تضيفها من خلال الحوار ده؟ لا عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم جميعا يا رب. سنه 2011 تبقى سنه بجد احنا عايزين نفرح، احنا كمصريين وكعالم عربي بجد احنا محتاجين نفرح، فندعي كده ان يا رب سنه 2011 يبقى فيها فرحه يا رب. يعني عايز اقول فعلا ناس كتير قوي قوي يعني واحداث كتيره قوي وحاجات كتيره حصلت في السنه اللي فاتت، لا نتمنى ان فعلا السنه دي تبقى سنه فيها فرحه بجد يعني. يا رب ان شاء الله. وبجد والله نورتنا النهارده على شاشه المصريه وبرنامج بلاتو، وانت دايما بتنورنا في بلاتو وبتنور المصريه من خلال اعمالك الجميله، وانت صديق البرنامج وصديقنا، وبجد والله بنقول لك الف الف مبروك ان شاء الله. عريس ديليفري حقق نجاح كبير باذن الله في رمضان. بس كلمه اخيره تحب تقولها لكل مشاهدين قناه المصريه وبرنامج بلاتو عن عمل عريس ديليفري عفوا لكل المشاهدين بره مصر تقول لهم ايه؟ هقول لهم استنونا وتابعوا احداث عريس ديليفري ان شاء الله، على ان شاء الله هيبقى في رمضان يعني اللي جاي، واتمنى يا رب انه يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت اعرف، لان اكيد من خلالكم برضو هعرف يعني ان شاء الله يعني. كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا ربنا يخليك. متشكر جدا. اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. استاذ المعروف هو تحت الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية. بلاتو استنوني في بلاتو على المصرية. المصرية واحنا كلنا بنحبه. ضفنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو المخرج الكبير المتألق أشرف سالم. أهلا بيك معانا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو، وأنت صديق برنامج بلاتو ومنورنا دايما من خلال أعمالك المتميزة المحترمة، ومبروك مسلسل عريس ديليفري. انا اللي بشكركم على تشريفكم، وان شاء الله وشكم علينا يبقى حلو ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ويعني بقول لك برضو الف سلامه. يمكن الفتره اللي فاتت حضرتك كنت تعبان شويه، بس الحمد لله الف سلامه. يمكن في ناس كتيره برضو من المشاهدين ما كانوش عارفين، لكن احنا برضو بنعرفهم. ومبروك مسلسل عريس ديليفري، وان شاء الله يحقق نجاح كبير في رمضان باذن الله. اشكرك طبعا، واوعد المشاهدين ان انا هلحق الماتش الجاي ان شاء الله بتاع المنتخب. يمكن الحياه لونها بامبي ان شاء الله باذن الله. يمكن الحياه لونها بامبي كان من المسلسلات الجميله، والعديد من المسلسلات، ودموع في حضن الجبل، وصبيان وبنات، وان شاء الله عريس ديليفري برضه يحقق نجاح كبير. يعني حكايه عريس ديليفري مع المخرج الكبير اشرف سالم ايه؟ هو الحقيقه احنا كان قدامنا اكتر من اختيار لغايه ما استقريت انا والاستاذ هاني على عريس ديليفري. عريس ديليفري هو مش قصة العريس، هو قصة مجموعات ونماذج كتير من الأسر المصرية بيدخلها هذا الرجل العريس الديليفري بتاعنا.
مجموعه مشاكل لا تحل الا عن طريق الجواز. فبنلاقي بطلنا في لحظه من اللحظات اتجوز 3 أو 4 مرات بدون قصد، ومعظمهم عشان خاطر يساعد اصحابه ويحل لهم مشاكلهم. لا تحل هذه المشاكل الا بالجواز. فلما جه اتجوز حبيبته اللي هي بيتعرف عليها من اول المسلسل، ما بقاش ليه عنده مكان، لان هو عنده ال4 بتوعه اوريدي دلوقتي متجوزهم. فدي يعني فكره مبدئيه وسريعه عن المسلسل. يعني عريس دليفري بقى، يعني يمكن الاسم نفسه كمان بيقول لك عريس دليفري، يعني بيوصل لغايه المكان اللي انت عايزه. فجاه بيروح الحته اللي هو رايحها، وفجاه بيلاقي نفسه عريس. فهي دي اللي جت من هنا اسم دليفري يعني. يمكن واحنا بنتكلم مع يعني ابطال العمل شايفين ان في قضيه بتطرح بشكل لايت كوميدي خفيف، بتخلي المشاهد ان هو يتفرج ويستمتع ويضحك وفي نفس الوقت يستفاد. شايف عريس دليفري عايز يقول ايه للمشاهدين؟ الحقيقه هو احنا مش بنطرح او مش بنتناول قضيه واحده، احنا بنتكلم عن قضايا كتير بنعيشها دلوقتي في مجتمعنا المصري. اهمها مش عايز اقول الفقر، انما يعني فئه الطبقه الاقل من المتوسطه. بنعيش مشاكلهم من خلال راجل ما كانش لم يكن يمت لهذه الطبقه اطلاقا. لما عاش هذه الطبقه عاش مشكلاتها وعاش احلامها وعاش طموحاتها، فحس ان كان في انفصال كبير بين الواقع بتاعه اللي هو كان عايشه طول عمره والواقع ده. حس بالحب الحقيقي لما اتعرف على البنت المكافحه اللي فاحنا بنقول للناس يا جماعه يعني في امل وفي بكره، وفي لازم نحط ايدينا ولازم نحب بعض وكده، وان شاء الله بكره هيبقى احسن. يعني طالما في حب وفي تكاتف وفي احنا عايزين نرجع الناس. دلوقتي في حاجات كتير في شارعنا ما بناش نشوفها، في ناس حاجات كتير بيننا وبين جيراننا اتعدمت. زي ايه؟ حتى صباح الخير. حتى دلوقتي انا بمشي بالعربيه بلاقي الناس كلها ماشيه في الشارع مكشره مش عارف ليه. سواق الميكروباص نفسه يخبطني مش فاهم ليه. هو حبيبني اول درجه. فانا عايزين نقول للناس يا جماعه زي ما انت ماشي في الشارع انا ماشي جنبك في الشارع. حس بجارك زي ما انت بتحس بمشاكلك، حس بمشاكله، افرح له يفرح لك. الحاجات دي كلها احنا عايزين نرجعها تاني في المجتمع بتاعنا. على البركه امشي. لو حضرتك لا مفيش حاجه باذن الله. مفيش حاجه ست، معلش انا هستاذن معلش. انت رايح خبيبش؟ ايوه خليته امشي. انت رايح فين؟ استنى امشي. سعيد عم سعيد لا تستنى. همشي بالمنظر، بس كنت جاي حاجه كده بس لغيتها. لا مش هينفع. انا بقول عم سعيد خليك يمينك. ايوه كنت جاي حاجه كده بالمنظر بس لغيتها. حاجه ايه؟ ولعبت روح. عشان حضرتك حلوه قوي. استاذن انا بقى مش كده؟ لا عشان حضرتك حلوه. يا سلام هو الموضوع. ده احنا في اول 10 ايام من تصوير المسلسل، واول كاميرا تصور معاك كمان. ده شرف. داخل الكواليس. يا رب يجعل وشكم حلو ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. يعني اخبار كواليس العمل ايه بقى؟ يعني مع كل نجوم العمل، يمكن كلهم نجوم كوميديانات، فمع المخرج الكبير اشرف سالم داخل البلاتو عاملين ايه معاك؟ مجننينك شويه؟ الحقيقه كل الناس اللي معايا سبق ليا شرف التعامل معهم، ما عدا الاستاذ هاني. اول مره اشتغل مع هاني، والحقيقه احنا حصلت بينا صداقه في ربع ساعه. هاني انسان في منتهى الجمال، يعني انا من كتر ادبه وطيبته بحس ان هو ممكن يكون مش طبيعي يعني. مش طبيعي. اول مشهد صوره ورحت ابارك له ببوسه لقيته عباره عن تلج. قال لي انا كنت هفكر الغي النهارده مش قادر اصور ومش قادر. قلت له هاني ارجوك ابوس ايدك اسكت عشان فهو الحقيقه بني ادم جميل جدا. طبعا في جو من الالفه والاخوه والحب بيننا وبين بعض، وانا ببقى حريص ان انا كل من يعمل معي يبقى مبسوط، جاي اوردري مبسوط، فرحان انه هيشوفني وانا فرحان ان انا هشوفه. كل ده بيظهر في الصوره وبيظهر على الحب بيننا وبين بعض. لو طلبت طلب كده او كده الناس كلها بتتفانى عشان خاطر تنفذ لي طلباتي. انا الحقيقه سعيد جدا جدا جدا.
هتعمل ايه في المنافسه الكبيره السنه دي ما بين كم الكبير من المنافسه الدراميه من خلال نجوم كتيره النهارده؟ يمكن نجوم السينما ابتدوا يتجهوا الى عالم الدراما، فشايف ايه وجهه نظرك الاخراجيه من خلال المنافسه دي؟ يعني شكل الدراما في السوق هيبقى عامل ازاي؟ هجتهد وباكل كويس وبنام كويس وهشيل حديد والموز باللبن. يعني انا طبعا سعيد ان انا ان شاء الله عملي هيتشاف في رمضان القادم جنب اعمال كبيره لنجوم كبار، وان شاء الله ربنا يوفقني واعمل حاجه لطيفه احط نفسي في وسطهم واحقق نجاح وربنا يكرمنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وبنشكرك على استضافتك لينا النهارده داخل كواليس عمل عريس ديليفري، ونورتنا ومبروك المسلسل، وان شاء الله برضو نقابلك في منتصف تصوير العمل نستكمل مع بعض الاحداث الجديده من خلال مسلسل عريس ديليفري. بس ربنا يخليك استاذ اشرف، يعني حاجه انا ما اتكلمتش فيها مع حضرتك حابب انك تضيفها من خلال حوارنا وتقول ايه لكل المشاهدين واحنا بنختم مع حضرتك عن العمل برضو يبقى حاجه جميله جدا. احب اقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه تبقى احلى واحلى ان شاء الله، ويا رب نقدر نكون عند حسن ظنهم وثقتهم فينا، ونقدر نعمل لهم حاجه مشرفه يفخروا ان احنا عملناها لهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ونورتنا وشكرا. ميرسي جدا، شكرا لك. بعمل دور انا راجل جزار بيحاول انه يقلد رمزي، هذا رمزي اللي هو نيازي، في انه هو يتجوز اي واحده تقع منه. بحب اوجه تحيه لكل مشاهدين الفضائيه المصريه وين ما كانوا، سواء في مصر او في العالم العربي او في المغترب، وبقول لهم ان شاء الله يا رب يعني يعجبهم العمل. يعني هذا عريس ديليفري. باذن الله استنوني على شاشه الفضائيه المصريه في برنامج بلاتو. استنوني في المصريه في برنامج بلاتو. محمد سعيد. مشاهدينا يمكن احنا اول كاميرا تخش في كواليس مسلسل عريس ديليفري. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده، لكن للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه، لكن ان شاء الله هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من مسلسل عريس ديليفري الاسبوع الجاي. خليكم معانا وحلقه جديده الاسبوع الجاي وعريس ديليفري.